طبعا هما كلمتين، مش هطول على مباراة الزمالك وفيوتشر. ماتش الزمالك وفيوتشر، يا ترى احنا ايه الجمل اللي كان محتاج يعملها جوميز او الجمل اللي شفناها جوميز؟ بالعكس، انا شفت فرقة منظمة زي مودرن فيوتشر ومش خايفة من نادي الزمالك ومش عامله حساب لنادي الزمالك. بالعكس، اذا كانت بتلعب تحت الكوره فواقفين في الملعب عندهم انتشار. اول تهديد كان من فيوتشر، بعد كده فرصه القائم، اكتر من فرصه راحت، والهدف طبعا هم اللي بداوا بالتهديف. يعني وشفنا اللي جاب الهدف مين؟ احد نجوم نادي الزمالك، اللي نادي الزمالك مش عارف قيمتهم، يمشيه ويلعب طبعا بناصر منسي. يعني شوف الفرق يا جماعه من ده ومن ده. لعيب ناصر منسي مش عارف يقف، عنده تسلخات في فخاده، مش قادر يقف ولا عارف كوره، وانت تمشي لعيب وازاي يحطها في الزاويه الضيقه لمحمد عواد، ومحمد عواد يسال على هذا الهدف. لكن بغض النظر انا مش هتكلم في الهدف او مش الهدف، انا هما كلمتين. نادي الزمالك كان واقف، يعني اللي شاف المباراه نادي الزمالك مش موجود، مفيش اي شكل الخطه، مفيش اي تركيز، مفيش اي، يعني حتى بصينا لدفاعات نادي الزمالك، مودرن فيوتشر كان بيروح بكثافه. شفنا فرص كان ممكن تبقى اهداف ثانيه وكانت صعب المأموريه على نادي الزمالك. مودرن فيوتشر ضيع كتير جدا. يمكن التوفيق اللي في اخر كوره في الشوط الاول والعرضيه من زيزو وسيف الدين، وطبعا المسلوسي بيتعادل. وحتى ضربه الجزاء لو مش سيف الدين الجزيري ما كانش ظهرها، هي ضربه جزاء سليمه في 100%. لكن انت ككور كفرص كخلق المساحات كجمل ما شفناش. نادي الزمالك بيلعب امبارح بدون اي، انا مش عارف يعني بصراحه، لا سمك لبن تمر هندي، مش كوره. ما اتفرجناش على كوره من نادي الزمالك. فين كوره نادي الزمالك؟ فين الجمل؟ فين التغييرات؟ فين محمد شحاته؟ فين اللعيبه اللي موجوده؟ عايزين نشوف الناس ديت، لان الراجل ده عنده لعيبه كويسه جدا لكن ما بياخدش فرصته. انا معاك انك ما عندكش فيرود، ما عندكش، يمكن سامسونج اجنولا، وانا بفضل اقول سامسونج اجنولا افضل واحد في الثلاثه. لو انت بتخيرني انا سيف الدين الجزيري ولا ناصر منسي ولا اكينولا، انا اختار اكينولا. اكينولا جماعي، اكينولا مهاري، اكينولا محطه، ما بيفقدش الكره بالساهل، لعيب جماعي كويس جدا. لكن كجمل ما شفناش. شيكابالا ما كانش موجود، كان يمكن عمل كعب حلو قوي، لكن شيكابالا يعني المباراه ديت انت محتاج واحد بدني عالي، لان هتبقى فيها جري كتير، محتاجه لياقه بدنيه عاليه كتير. لكن ما شفناش. شفنا حسام عبد المجيد مش موجود. لكن نادي الزمالك يا جماعه نص ملعبك كان ازاي؟ محمد عاطف، احنا ما شفناش كوره امبارح يا جماعه، مع احترامي الشديد. نادي الزمالك بيلعب بدون اي خطه امبارح. اللعيبه ما اعرفش جوميز ايه عذره. دلوقتي انت بقالك 6 7 ماتشات اهوت وشايف القماشه اللي معاك. انا معاك انك انت القماشه اللي معاك في افريقيا غير القماشه اللي معاك في الدوري، لكن على الاقل وقف اللعيبه في اماكنها، نشوف جمل، نشوف تكتيك، نشوف ضغط عالي، نشوف تحولات. لكن بصراحه انا ما شفتش اي حاجه من نادي الزمالك. لكن الاهم انك انت فزت على مودرن فيوتشر، ومباراه العوده خلي بالكم بعد اسبوع هتبقى صعبه برضو على نادي الزمالك. نادي الزمالك في اعتقادي اي مباراه هيقابلها صعبه مهما كان خصمه قوي او ضعيف. فنادي الزمالك المشكله حاليا في نادي الزمالك ومع جوميز والتشكيل اللي هيلعب بيه وطريقه لعبه. اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت. السلام عليكم.